السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة من العيد معانا بيقول: السلام عليكم، أنا متجوز بقالي 3 أسابيع ومش مرتاح مع مراتي مش عاوزة تود أهلي ولا عاوزة تنزل تحت عند بيت أبويا أصلا. وعاوزة تعزل من البداية، وعرفت إنه ما اللي مشجعة على كده. وأنا زوجات إخواتي معانا في البيت وبينزلوا كل يوم عادي، لما اتجوزهم بيروحوا الشغل كل يوم حتى يوم الجمعة. وهي جاية وعارفة إننا في بيت عيلة. أمي كل يوم تسألني: مراتك ما زادتش ليه؟ والشكل العام مش لطيف، وأنا مش قادر أخليها تنزل لها زي الباقي. المفروض داخلة البيت تبقى زي اللي فيه، ما يبقاش هي ليها رأي تاني، وهي مش على راسها ريشة، وهي أحسن من حد فيهم، غير إن معاها النقود بتاع أهلها، وكل يوم والتاني تطلب ديليفري. وبيشوف الراجل وهو طالع فوق بالأكل أول حاجة اللي طالباها. وبرضه أمي بتكلمني في الموضوع ده لأنها خايفة عليا أكيد. مراتي متدلعة شوية عند أهلها وخافت تعود على كده، تبقى عاوزاه تقضيها دليفري كل شوية، وأنا مرتبي ما يسمحش. فدوني أعمل إيه؟ أنا مش عايزة أتعامل أهلي بالشكل ده، والتصرفات بتاعتها دي أعالجها إزاي؟ إحنا لسه في أول. بص، مبدئيا كده يعني انت لسه عريس يعني، ولسه بدري فعلا عن الهم واللي انت بتقوله دوت والقصص دي. بص اقول لك حاجه، في نقطه انت مش موضحها. المفروض انت من الاول، انت عارف انت هتسكن في بيت عيله، المفروض كنت الاول حطيت نقطه على الحروف مع اهل البنت دي اللي هو اهل مراتك، وفهمتهم وضعك. يا جماعه انا كذا كذا كذا. يا جماعه الشفافيه في الاول موضوع، والموضوع لازم يكون مبني على الصراحه. اه والله انا هقعد في بيت عيله، يبقى انا اتفق في الاول انا هقعد مع بيت عيله. انا هتجوز واحده هي شغاله، اتفق ومش عايز تشتغل اقول لها يا بنت الناس اول ما هتتجوزوا مثلا تمام مش هتشتغلي. الموضوع ده لازم تحط له نقطه على الحروف، ما ينفعش تسيب كده. فلو انت حاطط نقطه على الحروف من الاول وشرط عليها انها تنزل عند اهلك، وان هي متجوزه في بيت عيله وزيها زي اللي هي مراتات اخواتك، فصدقني يبقى الغلط كده مش عندك انت، والغلط عند اهلها كله. فانت تقعد معاه وتعمل قعده كبيره، قعده رجاله تمام، وتعرفهم غلطهم. لا انت ما قلتش الكلام من دوت وما فهمتش الكلام ده من الاول، فالغلط يبقى كده انت تشيله اكتر منهم كمان. لان انت المفروض انت كنت دخلت معاهم بصراحه قلت لهم: يا جماعه ايوه انا في بيت عيله. في ناس بتبقى داخله في بيت عيله بس تبقى عازلين، يعني مثلا كل واحد بياكل لوحده. لا، في ناس بتبقى داخله في بيت عيله بياكل مع بعض، او بيبقى البيت اللي عند اهلك مثلا عند والدتك والدك هو التجمع كله موجود فيه تمام. فانت النقط دي مش واضحه في الرساله. وانت اهم حاجه ان النقط دي، هل انت فتحت اهلها فيها وان انت حطيت معاهم شروطك من الاول، فهمتهم ان وضعك ايه والبيت هيبقى ماشي ازاي، وهم ما نفذوش اتفاقهم، او هم امها ليها راي تاني، او بيساسوك لحد مثلا تتجوز بنت وتعمل اللي هي بتعمله. فدي حاجه انا ما انت مش موضحها، وانا مش هقدر افيدك فيها غير زي ما قلت لك. والله لو انت بتفينا على الاول كده فخلاص انت تصعد الموضوع لا، وتقول يا جماعه انا متفق من الاول على كده تمام. لا انت ما حطيتش نقط على الحروف من الاول وما فهمتش وضعك مظبوط ليه من الاول، فصدقني يبقى الغلط عندك انت، وانت تستحمل غلطك. اما بالنسبه لقصه النقود فهقول لحضرتك حاجه. هو النقطه المفروض انت كده كده انت اللي بترد، يعني معروفه ان انت رد وانت تاخده، انت سبته لها. فانت ولا يا بنت الناس جيبي دليفري جيبي اللي تجيبيه، انا مش هاخد منك نقود. بس اي حد من عندي يحصل عنده مناسبه انا مش هروح انقطه، ما تقوليش هات جنيه ادفع له النقطه ليهم. انا كده بكلمك في الاصول. اما بالنسبه لموضوع الدليفري دوت، خليها يا باشا تجيب اللي هي عاوزاه، ما تعملش مشكله من بدري. هي مثلا عايزه دليفري انت فاهم، ولا بنت الناس انت فلوس معاك تجيب اللي تجيبيه، بس لما تخلص هتاكل زي ما انا باكل تمام. هتاكل انا مرتبي ما يسمحش انا اجيب كل يوم دليفري والكلام من دوت. وبرضه هقول لحضرتك حاجه، يعني انت حاول تاخد الموضوع ببساطه شويه، حاول تفهمها، يعني حاول تاخد الموضوع انت لسه متجوزين يعني، ما اظنش يعني مش عايزك تخش في المشاكل والهم ده بدري بدري. فانت برضه حاول انت ايه يعني بالحب كده، لو انت متجوزها يعني جواز حب وفي بينك وبينها حب، فانت يعني ايه حاول تفهمها وفهمها اللي غلطها وبالراحه. وصدقني خفف لو انت شايف مثلا ان الوضع ان امها اللي بتسخنها في الموضوع ده، فانت قد ما تقدر تحاول انت تخفف المكالمات بينها وبين امها يعني تمام. يعني دي حاجه ما بينه وبينك، يعني مثلا ايه، ما تديلهمش الفرصه انهم يتكلموا وقت كبير. طول ما انت شايف ان هي مثلا بتاثر عليها بالسلب تمام، حاول على قد ما تقدر مش تمنعها من امها، لا تحيد امها. مثلا شوف حماك تفهمه، قول له انا شايف ان حماتي بتتدخل في حياتنا بطريقه انا مش عجباني، فيعني اللي هو راجل بيفهم يعني وكده تمام. فانت فاهمه ان انت الموضوع ده مش حابه، الموضوع ده مش الموضوع ده مش متقبله تمام. فانا شايف ان شاء الله باذن الله موضوع بسيط. خد الموضوع بالراحه، ما تاخدوش على اعصابك، وانت لسه بدري، وانت لسه الفتره الاولانيه دي بتبقى صعبه جدا. اول سنه سنتين في الجواز بتبقى صعبه جدا، انت لسه بتتعود على طبعك، وانت بتتعود على طبعها.
فانت ما بتقدمش تهزات في القصص دي، لا انت فاهمها يا بنت الناس، وضع 1 2 3 4، بس خدها بالراحه ان هي برضو لسه، يعني لسه معلش الكلمه، بتقول من 3 اسابيع، لسه هي عايشه في صدمه بيت اهلها، يعني لسه عايشه عقلها وحياتها وعالمها كله في بيت اهلها. ففي ناس كده فعلا، في ستات بتاخد وقت على التغيير، فهمتني؟ فانت اصبر عليها وخليك صبور شويه، ما تخربش البيت لسه، وان شاء الله باذن الله ربنا يهديها لك ويصلح لك حالك يا رب، ويقدمك اللي فيه الخير يا رب، ويرزقكم ويخلف عليكم الذريه الصالحه. وفي النهايه نتمنى تكونوا فكره في حل المشكله، وان الحلقه تكون نالت اعجابكم. ولو في اي حد بتواجه مشكله فما تقدرش تتواصل معانا، وهيلاقي كل المعلومات اتصال بينا متاحه تحت في صندوق الوصف. طبعا ما تنساش اللايك، لان اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها لصانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه، وكذلك الشير، وكذلك الشارك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين بالدعاء، ومحاوله نشر الروايه والسرديه الفلسطينيه في كل مكان. وكذلك يا جماعه مقاطعه سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع، واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعه لاستغناء، وباذن الله ربنا ينصرهم. ودمتم في رعايه الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.